السلام عليكم، صباح الخير. اليوم اسوي لكم بخاري على طريقتي انا. اوكي. راح نمس البصل لين يتغير لونه، يعطينا اللون الذهبي، بعدين انزل الدجاج، بعدين انزل عصير الجزر. حطيت معه جزر مقطع تقطيع، مش مبشور بشر، تقطيع عشان يقوى بالكشنه بس. الحين انزل الدجاج، هذه ابخاد مقطعه كيوبات، بس يتوحد عندي اللون. انزل عصير الجزر عليه، بعدين انزل عليه الرز. توحد عندي اللون. العصير عندي فريش توي عاصره. طبعا اللي يستخدم على كيف، اللي يبغى من البقاله عصير فريش. طبعا دائما اغلي مويه فيها هيل وكزبره وقرفه، استخدمها في الطبخ جاهزه، تصير على طول ساخنه عندي. حطيت ملح، وهذا ليمون لازم يتخرم خرمين على اساس يدخل الفوح ويطلع، تتعبى عصارة الليمون. اول ما ينقطع هذا الطياش معناته انها تسبكت الطبخه. تو كم مليان الحين. اوكي، تراي حطيت ملح خشن، لا تقولون ما ملحت، ولا حطيت بهار، ولا ابي البهار نهائي. خلاص كبيت الرز. هذه كشنة البخاري، تحمر البصل ونزل عليها الجزر والحمص. شكرا. رشه شويه ملح ناعم، معليش لان الخشن ما راح يضبط مع الكشنة الا اذا نعمته. هذا البخاري بتاعنا، ترى له طرق واجد. اسمع الريحة، السلام والسلام. اسمع الريحة، السلام والسلام. أهم شيء هالكشنة. هذا البخاري لا حد يسألني كيف الطريقة.